وسهلا البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. وعشركم مبروكات، تدخل لكم الصحه والسلامه. فين وصلتوا؟ كدرتوا مع الجريه البنات؟ كدرتوا مع الوليدات؟ كاين شي نجاح؟ المهم اللي نجح مبروك عليه وبالتوفيق ان شاء الله في الحياه الدراسيه المقبله، واللي ما توفقش ان شاء الله العام الجاي. المهم غير هي الصحه والسلامه. اول حاجه غنبدا معكم البنات واحد الروتين من الصباح، غير شي حاجه خفيفه. هنا غتشوفوني غتقولوا علاش بديت بهكذا. هنا انا عندي ولدي البنات مع الصباح كانت عنده واحد الحصه ديال الكره، خصو يمشي. وراكم عارفين اي حاجه فيها الرياضه ما يمكنش نكثر ليه الماكله بزاف، ما غاديش يلعب على خاطرو وغادي يكون مثقل، وبالتالي ما غاديش يقدر يتحرك مزيان. المهم هكا خديت واحد الياغورت، غير واخده شاريه، واحد طبيعي وواحد ديال الكراميل. وخديت هنا كانت عندي الفواكه جافه قطعتها من داكشي اللي متوفر عندي شويه توت البري، الفرامبواز، شريحه. المهم داكشي كاع اللي غنحس به غادي هكا يعاونو ويعطيه واحد الطاقه واحد الانرجي باش يقدر هكا يدوز ديك الحصه ديال الكره مزيان. المهم البنات هنا تعمدت انني ما نعطيه لا فطور لا والو كيف ما سبق وذكرت. درت هكا وحتى حنا خديناها بدورنا، قلنا هكا شي حاجه خفيفه مع الصباح، من بعد عاد غادي ندير ان شاء الله فطور. المهم البنات بحال هادشي راه زوين للوليدات، خصوصا اللي يكونوا باقي مازالين فطور النومو. لقيتي ولدك ما قدرش يفطر، ما عندوش واحد الرغبه، حاولي انك تبدلي ليه داك الاعتيادي كل نهار مثلا نفس الحاجه. هكا ما فيها باس، غير حك هكا ديال الياغورت تخلطي مع شي حاجه، ضيفي هكا الفواكه. دابا تبارك الله راه كلشي موجود، ونعطي الوليد هكا كنبدل عليه حتى داك الروتين ديال الماكله. المهم حبيباتي هنا كما كتشوفوا معايا صافي وجدت هاد الكويسات غادي ناكلوهم. واللي غادي نعطيه يدي معاه الحاجه الوحيده هو الماء ضروري البنات، وحبه ديال الموز او البنان اللي راكم عارفين الانرجي اللي كاينه في ديك البنان راه كتعطي واحد الطاقه. كل مره هكا كيستراح يقدر ياخذ هكا هاد الوحيده ويشرب الماء كل مره، حيت الحصه كتكون بعض المرات فيها 3 ديال السوايع. وهنا حبيباتي بعد ما وصلت الوليد ما درتش ما واش نصور معكم، رجعت للدار قلت علاش لي ما نديرش واحد الحريشه، ماكش غنصورها صراحه، قلت راه نصورها مع البنات. المهم هنا انا عندي سميده رقيقه، خديت تقريبا نقولوا نتوما شي زلافه، ضفت ليها شويه سنيده، سكر سنيده. درت هنا 2 معالق البنات على حسب الذوق ديالكم. درت واحد شويه الملح، ودرت هنا الزيت العادي، وواحد معلقه ديال الزبده. البنات المعلقه ديال الزبده ضروريه، كتخلي لكم هاد الحرشه تتجي هشيشه وتتجي رطبه وفتيه وزوينه. هنا البنات كنحاول نبسبسها او نلبس دوك الحبيبات كاملين بدوك المواد اللي ضفت معاكم كما شفتوا. وصافي نخليها هكذا واحد 2 دقائق. غناخذ المقلاة، هنا المقلاة العاديه التقليديه البنات اللي تنطيبوا فيها البطبوط والملاوي وداك الشيء. غادي ندهنها بشويه ديال الزبده وندير لها واحد الرشيشه خفيفه ديال السميده رقيقه. انا تتعجبني البنات هاد الحرشه البلديه اللي كديري هكا وحده كبيره كتجي فنو، تتعجبني بزاف بزاف. المهم هنا البنات غادي نرجع لديك السميده اللي بسبسناها بالزيت والزبده والملحه وشويه السنيده. غادي نضيف واحد الكيس ديال خميرات الحلويات كما كتشوفوا. المهم البنات على حسب الكميه، الا درتو كميه غير صغيره ديروا غير نص باكيه. صافي تنخلط هكذا بملعقه هكا مزيان. وتناخد هنا البنات ممكن تاخدي كاس ديال الحليب كامل دافي غير شي شويه، ولا ممكن تاخدي غير النص ديالو حليب والنص ديالو ماء وكتدفيه وكديري. هذه هي الطريقه اللي كتخلي الحرشه كتجي ناجحه وما تجيكمش هكا معجنه، هو انك ما تعجنيهاش. انا كنتعمد باش نوريكم. شوفوا الاصابع ديال اليدين ديالي كيفاش دايرين، انا ما تنعجنها ما تندلكها ما والو، غير هكا كنديها ونجيبها باليدين ديالي وكنخليها شويه خفيفه وتنغطيها نخليها ترتاح واحد شويه بين المشربات وما بقاتش ليا هكذا يعني فازقه بزاف. صافي البنات هنا كما كتشوفوا راه نشفات صافي. غادي ندوز مباشره باش نطيبها معكم. وهنايا خديت المقلاة كيف ما وريتكم. هنا راه تعمدت البنات انني ندير هاد الليقه هادي باش فاش باش فاش باش مني نبدا هكا نقرصها ما يبقاوش يبانوا الاصابع ديالي. والبنات اللي كما تشوفوا معايا راها نقيه خاصه بالطبخ وجديده زعما، يعني كل استعمال كل وحده كنديرها للاستعمال. هنا البنات مباشره حطيتها بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا عادي الناس، وكنبداو هكا نبسطوها اولا كنبدا نقرصوها بهذا الشكل هذا. من الاحسن انا ما تعجبنيش تكون غليظه بزاف، نتوما الرغبه ديالكم كتبقى هاد الخطوه هذه على حسب نتوما واش كتبغيو الحرشه تكون
هكا غليظه ولا تكون رقيقه ولا متوسطه. بالنسبه لي انا تنبغيها تكون متوسطه. كناخذ ملعقه نقد بها الجوانب، ولو ان البنات راه فاش غدا طيب هي الراسه كتقاد الجوانب مع ديك الخماره اللي فيها، بحال كتضاعف الحجم ديالها وكتخمر، وبالتالي حتى الحجم ديالها كيتقاد. وهنا اكيد من واحد الرشه خفيفه ديال السميده اللي عندي هنايا ناشفه، وكنبقى هكا بالمساعده ديال اليدين ديالي حتى كتاخذ واحد الشكل. وراه كتجينا هنايا حرشه كبيره عائليه، والله البنات راه ما تقنعوش منها. وانا من عشاق الحرشه خصوصا مع الصباح مني كتكون كطيب وديك الريحه يا سلام. ما شهيتكم يا البنات، ومع واحد الكاس ديال الاتاي مشحر، وها انت فاطره بواحد الحريشه اللي طبيعيه وبمكونات اللي عارفاهم انت اشنو فيها، وكذلك مكونات اقتصاديه وبسيطه. هنا مباشره البنات غادي ناخذ نار مهيله بحال الشمعه كما كتشوفوا معايا. تعمدت نوريكم هذه القضيه باش تشوفوا النار تكون هكا ثقيله ولا كي الشمعه، ونحط عليها المقلاة ونخليها، ونبقى مرة نحرك هكذا المقلاة كندورها. ودغيا كتوجد البنات، راه ما كايناش حتى 10 دقائق هي الحرشه طيبه. هنا البنات كما كتشوفوا خديت هذه ديال الفران وقلبتها في المقلاة. ها نتوما البنات راه تحمرات كامله. صافي غير واحد شويه، واحد تقريبا 4 دقائق تنبقى ندور ديك الحرشه وصافي ها هي وجدات عندي الحريشه. وهنا البنات عمرت كويس ديال اتاي، وغادي نقطع معكم الحرشه، بقاو معايا. وبعد ما وجدات الحرشه ديالنا البنات، درت شويه ديال الجبان، شويه ديال العسل. كما كتعرفوا الحرشه المغربيه كتبغي هكا عسيله، فرماج، جبن، مهم بالصحه والراحه. هنا حبيباتي كنت عجنت المسمن، العجينه ديال المسمن شحال من مره تقاسمتها معكم في القناه، لا داعي للتكرار. كان هنا ما عنديش الخبز، قلت اشنو غادي ندير، غادي ندير اسهل حاجه، غادي ندير هكا رفيسه. بعد ما ارتاحت لي العجينه درتها كويرات يكونوا صغار البنات، حيت غادي ندير هكا غادي نورقها على شكل تريد. ما غاديش نطيبها مربعه. المهم هاد الطريقه راني فايت حطيتها في القناه وشاركتها معكم بالتفاصيل. وتنبقى ندير هكا مقله تنسخنها وتنحطو بحيده الاولى، تنورق الثانيه وتنضيفها وتنقلب، وكنضيف الثالثه، وكل ما كنبغي نضيف شي وريغه كنقلب. المهم هادو درت معكم هاد التفاصيل باش نبقى كنطول عليكم. كيجيو على هاد الشكل البنات، كيجي ناشف. بعد ما ساليت هاد المسمى في الطياب ديالو كما كتشوفوا، غادي نروليه هكا على شكل طوري ونقطعو بواسطه المقص، وغادي يجيني على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. المهم البنات كتجي زوينه هاد الطريقه، وكيف ما قلت لكم حطيتها معكم وكتجي ناشفه وزوينه. مهم بالنسبه للمرق ديال الدجاج كلشي تيعرف يصايبوه، فايته حطيتها معكم. مهم هكا الدجاج مع شويه العديسه، وراكم عارفين مسيخنات وهذا. واخا راه الصراحه هاد الجو ماشي ديال انك تاكلي شي حاجه سخونه. المهم اي حاجه كتكون عندها بلاصتها. صافي هنا بعد ما وجدت القصريه ديالنا، قصريه من غير صغيره البنات، وغادي نتغداو، وغادي نشارك معكم المشتريات او الحوايج اللي كنت خديت من عند اواني شعيب، وطريقه الاحتفاظ بهاد الاواني اللي كتكون هكا صفراء. المهم البنات اول حاجه كيف ما كتشوفوا معايا خديت هادو البنات، الصراحه خديتهم شحال هذا ما شاركتهمش معكم، وقلت علاش اللي ما شاركهمش مع البنات راه دائما تيجيبهم في السول. خديت هادو لي سوطاس كما كتشوفوا هما البنات ماشي هكا حديد، وانما واحد الماتيغ ديالهم اللي زوينه ما تفرقيهاش ما بين الحديد. المهم هما بحال شكل بلاستيك ولكن صراحه زوينين. هنا حبيباتي خديت هادو 6 ب15 درهم، يعني جوج باكيات خديتهم ب30 درهم. هادو كيكونوا هكا في البرومو، راه دائما تيجيبهم زوينين البنات، نزينوا بهم الطبله ديال اتاي. كما كتشوفوا كنحط فيهم هكذا الكاس،
وكتحافظي حتى الناب ديالك. خلاص راكم عارفين الناب دائما كيكون في اللون الابيض، واتاي هكا الا طاشا لكم الناب كيبقى مشكله. لهذا كان في نفس الوقت كتكون زينه للطبله وكتبان هكا فخمه، وفي نفس الوقت نحافظ على داك الناب اللي كتكونوا مستعملين او اللي كيكون هكا دغيا هكا طاشا باتاي. المهم حبيباتي غادي نوريكم هادو كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا بالمرايه. هذه هي الطريقه البنات، دائما اي حاجه في الدوغي استعملتيها ما توصليش ليها الماء، نشفيها هكا بمنديل يكون ناشف، خليها تشمش مزيان البنات، من بعد كديري ليها البلاستيك والسلوفان وتتغطيها مزيان. ومكان الاحتفاظ بها هي تكون بلاصه بعيده على البخار، يعني بلاصه ديال الطياب فين كطيبي حاولي انك تحتفظي بهم بلاصه بعيده، هكا كيضربوا معاك مده طويله. انا عندي سواني ديال الفضه في الدوغي زعما صراحه شحال من عام وما عندي، وكلشي كيسولني كيفاش بقاو عندي هكذا في اللون. هذه هي الطريقه اللي كندير وكنحاول اني نخرجهم من لا كويزين.